السيد عبد الله الملك الشامي أحد أبرز القيادات الدينية الحوثية في اليمن أصيب في تفجير مسجد الحشحوش في آذار الفائت في عملية استهدفه فيها تنظيم القاعدة أثناء عودته من لقاء زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وقبل انطلاق عاصفة الحزم ب5 أيام. توفي الشامي في طهران متأثرا بجروحه السبت الماضي، لكنه دفن في لبنان وتحديدا إلى جوار القائد العسكري في حزب الله عماد مغنيي في جبانة روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية، وذلك بناء على وصيته. من هو الشامي؟ بحسب ما توافر من معلومات، كان الشامي المبعوث الخاص لعبد الملك الحوثي إلى المرجعيات الشيعية في لبنان وسوريا وإيران، وهو لعب أدوارا أمنية بارزة أهمها أنه رابط التنسيق بين الحوثيين وحزب الله والإيرانيين. هاجر منذ 17 عاما إلى سوريا للدراسة في حوزة الخميني في دمشق بترشيح من مؤسس الحركة الحوثية حسين الحوثي. كان يتم إعداده ليكون المرجع الشيعي للطائفة في اليمن، وقد ربطته علاقة وثيقة بعماد مغنيي، لا سيما وأن مغنيي كان المشرف المباشر على نشاط الحوثيين. لكل هذه الأسباب يعتبر الشامي شخصية غير عادية، ولذلك حظي دفنه إلى جانب صديقه مغني باهتمام كبير من الحزب، حيث انتشرت الدعوات من قبل مناصري الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي لجمهوره، ورفعت صور تنعيه في الضاحية وتدعو إلى المشاركة في تشييعه يوم الاثنين، وهو شيع ودفن إلى جوار شهداء الحزب وسط تعتيم إعلامي من جانبه.